اهدأ يا شوق، فقلبي لا يتحمل ضغطك وإصرارك، فأنا ضعيف وضرب سكاكينك يؤلم. اهدأ يا شوق، فكل الأشياء الجميلة بعيدة عني، قريتي البائسة والسنابل الحبلى بالقمح، ومجيء السنون في هذا الوقت، والغروب الحزين للشمس فوق تلك التلة التي تحتضن تاريخا من الحروب والمطر، والليل الهادئ الذي يعيد للروح نقاءه، وكل شيء يشدني إلى تلك القرية الطينية التي لا تحوي إلا بيوتا بائسة وأناسا بسطاء وحقول قمح لا تنذر بخير وفير، وتلك الصباحات الرائعة التي ترافقها زقزقة العصافير على أشجار بيتنا، واجتماع العائلة على ذلك الفطور الفقير بصحونه والغني بجمعه لأفراد العائلة. اهدأ يا شوق، فكل الأشخاص الطيبون بعيدون عني. أمي الغالية التي لم تنقطع معاناتها منذ الطفولة وحتى الآن، ولا زالت تبتسم وتتحمل وتزرع المحبة في قلوبنا، وذاك الصادق الذي يتحمل معاناة بحجم جبل ويكافح ليكمل رسالته، ويرانا بشهادات عالية ولا يستسلم لليأس، ويتأمل من ربه الفرج، وعندما يكون الموسم بائسا يتأمل خيرا في الموسم الذي يليه، ويأخذ الكثير من أكياس القمح، وعندما نقول له بأن الأكياس كثيرة يقول لنا: أنا أطلب من ربي ولا أطلب منكم. وتلك التي احتلت ممالكي وهدمت أسواري وفجرت 100 ينبوع في صدري أيضا بعيدة عني، واشتقت لريحها. فاهدأ يا شوق، فضلوعي لا تتحمل رياحك. اهدأ.